عربيا حظي المنتخب الليبي الأول لكرة القدم باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته من زامبيا عبر تونس، مظفرا بورقة التأهل إلى كأس إفريقيا العام المقبل في الجابون وغينيا الاستوائية. وقد كان وفد المجلس الانتقالي الوطني وجمهور ضخم في استقبال المنتخب الذي ضمن التأهل كأفضل صاحب مركز ثان بعد تعادله أمام نظيره الزامبي. مراسلنا جمال الشيباني كان من بين المستقبلين وأعد لنا التقرير التالي. استقبل المنتخب الليبي استقبال الأبطال من جميع مؤسسات ليبيا الجديدة وسط فرحة عارمة من كل المهتمين بالمجال الرياضي وممثلي عن الشعب الليبي. طبعا هذه لحظة تاريخية بالنسبة لليبيا وكل الليبيين والليبيات، أن في ظروف حرب وفي قلة إمكانيات أهم مجاهدين من نوع آخر لموا أرواحهم ومشوا وحققوا انتصارات وعادوا معززين مكرمين إلى ليبيا الحرة. انتصار هو تأكيد على قدرة الرياض الليبي وموهبته، رغم كل الظروف استطاع أن يقدم صلاته طبعا وحرصه على أن يقدم الأفضل دائما. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: كيف حقق المنتخب الليبي التأهل إلى نهايات أفريقيا 2012 وسط غياب النشاط الكروي لأكثر من 7 أشهر؟ الإجابة من أبطال ليبيا. الإنجاز هذا طبعا هو عمل متكامل لخلية تامة، كإداريين كطاقم تدريبي ككل الموجودين في الفريق كان لهم دور. لا دوري فيه لا تمارين لا لعب، قصدي هذه تعود بالتأثير السلبي على المنتخب، لكن الحمد لله يا ربي دعوة الناس مظلومة ودعوة أسر الشهداء وتوفيق الأولاد الحمد لله يا ربي قدروا أن يحققوا نتيجة ورشحوا المنتخب البلاد لكأس أفريقيا، وهذه تعتبر إنجاز تاريخي وده نشوفها معجزة. أنا ما نشوفها إنجاز، يعني معجزة تاريخية صارت في تاريخ الكرة. والله الحمد لله التأهل بكلمتين، يعني بدم الشهداء ودعاء الناس لهالفريق وليبيا الحرة إن شاء الله، وإن شاء الله مزيد إن شاء الله. التأهل الليبي جمع كل الليبيين وزاد لحمتهم منتظرين مستقبل ليبيا التي قدمت ولا زالت تقدم شهداء أبرار من أجلها. جمال الشيباني، طرابلس.